إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. في حب الإذاعة. في حبك الدنيا تروح وتغتدي، فلأنت قبلة خاطري وتفردي. قد صغتني حرفا بلفظة عاشق، وجعلتني بعد الضلالة أهتدي. وسهرت في عينيك أكتب قصتي، وأبوح للدنيا بحب خالدي. منذ الطفولة كنت مهد وسادتي، وأنام في كفيك أحلم بالغد. وجعلتني أغدو لكل فضيلة، وغدوت نورا في اللسان وفي اليد. وظللت في زمن الشباب حبيبتي، ورسمت أحلامي وغاية مقصدي. فغدوت تاجا فوق رأس مواهبي، وأقولها وبدون أي تردد: أنا بالإذاعة شاعر ذاق الهوى، وانساب في نهر العطاء السرمدي. حتى احتواه العلم في محرابه، فتلا سطور النور بالصوت الندي. وتسمع اللحن الشجي بليلها، وتأمل الأحداث بعد المشهد. عاشت بسمع الليل عبر أثيره، تفضي بأسرار النعيم الأرغد. وبحكمة الأيام فاض عبيرها للساهرين، وفي رحاب المسجد. من يبلغ الحسناء أن أثيرها نور من الرحمن أشرق في غدي. حتى استحال سهام نصر في الوغى بعد البيان، وصد كيد المعتدي. وأعاد للعرب الصدارة في الدنا، ولسانهم بالضاد خير مغردي. وبه الكنانة لم تزل تحنو على كل الأنام بحكمة وتفرد. في حبك الدنيا تروح وتغتدي، فلأنت قبلة خاطري وتفردي. شعر عبد الحكيم قنديل. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.